اسمي رامي عبد العظيم النايف من مدينة الميادين محافظة دير الزور. نزحنا من المدينة بسبب الظروف، بسبب الشيء اللي صار عنا بالبلد. جيت لهون لمدينة القامشلي وجينا لهون سكننا بهالمنطقة، والمنطقة حلوة هون وظريفة وجيرانها طيبين وناس طيبين وفيها عالم كويسة كلها الحمد لله يعني رب العالمين. وجينا لهون عند البيت هذا، لقينا بعد ما دورنا وضلينا فترة يعني لحتى لقينا هالمكان هذا هالبيت هذا. جينا عليه وضعه تعبان البيت من الداخل ومن الخارج. كان الحوش هون البيت جوة يعني تعبان البيت. هو بيت قديم، حتى البيت هو بالأساس قديم. وبين ما نظفنا فيه وظبطناه وماشي الحال الحمد لله، صار كويس وسكننا فيه وساكنين فيه. وهون بالحوش المنطقة هاي طيبة، استغليت المكان. طبعا السنة الماضية أنا عملت تجربة هيك، عملت تجربة، عملت لي شوية مسافة بسيطة زرعت فيها البامية. طبعا البذرة ديرية جبتها من عنا من الدير وزرعت فيها، وما شاء الله أنتجت إنتاج طيب يعني. عملت إلي للبيت ووزعت منها للجيران وسديت حاجتي فيها الحمد لله رب العالمين. بعد بالشتاء في موسم كان موسم الحشائش، زرعت منه بموسم الحشائش بقدونس وخس وهيك أمور، وكمان إنتاج يعني كان إنتاج للبيت، كنت مستغله واستفاديت منه أنا بالبيت. السنة هاي استغليته بمجال أوسع، وسعت بالزراعة أوسع. فبس أنا عندي شغل، أشتغل على السيارة، تمام. كان وقتي ضيق على طول يعني دائما، لأنه أفيق من الساعة 6 الفجر وأرجع للبيت الساعة 9 المساء، ما كان في عندي مجال. بس بفترة الحجر الصحي اللي صار شي شهرين تقريبا، استغليت هالوقت واشتغلت بالأرض، ضبطت الأرض وحرثتها من جديد وقلمتها وعلى 24 وزرعتها، جبت كل أنواع الخضرة تقريبا وزرعتها زرعتها، والحمد لله رب العالمين أنتجت عندي ما شاء الله يعني كذا نوع من أنواع الخضار موجود هلا والحمد لله. فهالشي هذا عم أسد منه حاجتي طبعا للبيت بس، وأعطي منه لجيراني هيك أنا، لأنه شي مو بالمال. أنا زرعت هون بندورة، خيار، عجور، بطيخ، جبس، باذنجان، بامية، ذرة، عوين، فاصوليا، ملوخية، فليفلة، تقريبا هالأصناف هاي بشكل عام أصناف اللي تنزرع بهالوقت. وأعطي الإنسان اللي يجي لعندي ويقول لي بدي هاي أشيل وأعطيه بدون مقابل، ما يلزم. وفي ناس أعرفهم محتاجين أقدم لهم بدون أي مقابل ثاني. وهدفي مو إنه الهدف أنا زرعت لحتى أنتج ولحتى أغتني من وراها ولا شيء تاني، لا والله، وكتجربة. وبنفس الوقت كمان أي إنسان يحتاج ممكن أعطيه، ما عندي أي مشكلة يعني. بهالفترة هاي فترة صعبة جدا، المعيشة صايرة صعبة جدا بارتفاع الأسعار وارتفاع يعني صايرة صعبة، لقمة العيش بهالأيام صعبة جدا. في عالم عم تيجي لعندي تطلب مني أي شيء، تشوف يعني بعينها وتطلب مني هالشيء هذا بمقابل، أنا ما أخذ، أعطيه بدون مقابل. اللي بده يشيل بدون مقابل يفوت يشيل ويمشي بدون أي مقابل، ما عندي أي مشكلة يعني. مساعدة، ولازم إحنا بهالأيام نساعد بعضنا، إذا ما ساعدنا بعضنا ما حدا راح يساعدنا. بمشان نتخطى هالأمور هالصعوبة بهالبلد بهالحالة وبهالظروف هاي، نتخطاها إن شاء الله. إيدنا إحنا عرب ولا كرد ولا إيش ما كان، إحنا لازم نكون وقفتنا وقفة واحدة.